السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف معلومات غريبة ومميزة وشيقة جدا عن الأخطبوط. هنعرف مع بعض هو ليه دمه أزرق، هنعرف مع بعض مدى ذكاء الأخطبوط، وهو كمان عنده كام قلب، الأذرع بتاعته ديت بيستخدمها في ايه، وبيقدر ان هو يحمي نفسه ازاي، وكمان لو اتعرض لخطر ممكن يعمل ايه. أول حاجة بيتميز الأخطبوط بلون دمه الأزرق لاحتواء الدم بتاعه على بروتين الهيموساين الغني بالنحاس بدل من الهيموغلوبين اللي موجود في جسم الإنسان. تاني حاجة، الأخطبوط بيتميز بأنه عنده 3 قلوب، واحد بيضخ الدم لأعضاء الجسم، والاتنين التانيين بيضخوا الدم للخياشيم عشان التنفس. والأغرب بقى من كل ده إن لما الأخطبوط بيعوم بيتوقف قلبه الرئيسي عن النبض. سبحان الله. تالت حاجة، ودي برضو حاجة غريبة قوي، إن لكل ذراع من الأذرع بتاعة الأخطبوط شبكة عصبية مستقلة تقريبا، يعني يقدر يتحرك بشكل ذكي جدا حتى من غير تدخل مباشر من الدماغ. رابع حاجة، إن الأخطبوط ذكي جدا، يعتبر الأخطبوط من أذكى الكائنات البحرية، عنده قدرة على التعلم والتكيف جامد جدا وحل المشكلات، وكمان يقدر يفتح البرطمانات عشان يوصل للأكل. خامس حاجة، إن هو يقدر يغير لونه وشكله عشان يندمج مع البيئة اللي حواليه ويحمي نفسه من الأعداء، وكمان يقدر يغير لونه في أقل من ثانية. آخر حاجة بقى، إنه بيفصل ذراعه بنفسه لما يتعرض لخطر، وفي بعض الأنواع الذراع بيرجع ينمو تاني مع الوقت. سبحان الله. الفيديو عجبك واستفدت؟ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من سلسلة فضولك مش هيخلص، كل حلقة معلومة أغرب من الخيال. سلام مؤقت وفضول مستمر. كنتم مع فضولك مش هيخلص.